لا ديجيتاليزاسيون او الرقمنه ولا من الحاجات الضروريه، خصوصا ملي ولا سوق الشغل كيقلب على الناس اللي كيتقنوا المهارات الرقميه وقادرين يخدموا عن بعد. الشيء اللي خلى الشركات يربحوا من ناحيه الانتاج والاقتصاد، وهذا الشيء كيخليهم يوليو منافسين قويين في المجال المهني الرقمي. لهذا في هذا الفيديو غنهضر لكم على اشهر التخصصات في المجال الرقمي اللي عندهم افاق ومطلوبين في سوق الشغل، واللي تقدروا تعلموهم من ديوركم، سواء كنتو ادبيين ولا ما عندكمش الباك، ما كيهمش. وخصوصا تقدروا تخدموا بهم سواء كعمل حر ولا كونترا سي دي. المهم ما نطولش عليكم، نكملوا بعد الفاصل، خليكم معايا. الوغ من بعد التجربه ديالي كعامل حر اي فريلانسر، حاولت نجمع لكم اكثر التخصصات اللي مطلوبين واللي ديما كيسولوني عليهم المقاولين والشركات اللي كيحتاجوا الخدمات ديالهم. هاد التخصصات هما 4 بحكم كيتعاودوا بزاف، واصلا كينتميو لنفس المجال اللي هي الرقمنه اي الديجيتاليزاسيون، واللي شحال من واحد مشاو بهم بعد. غنبداو بالمرتبه 4 اللي هو جرافيك ديزاين ولا تصميم جرافيكي ولا بالفرنسي انفوغرافي. هو من اشهر التخصص اللي موجودين في سوق الشغل، حيث كيقوم الشخص بتصميم الهويه البصريه والاشهار سواء من سمارت فون ولا من حاسوب. دونك اقل حاجه مطلوبه باش تخدم في هذا المجال هو يكون عندك بيسي او تابلت او سمارت فون، وتكون كتقن واحد الابليكاسيون سميتو كانفا، اللي هو ابليكاسيون معروف عند الجميع وسهل الاستعمال ديالو وفابور. اما الناس اللي بغاو يحترفوا اكثر في هذا المجال ويمشوا فيه بعد، فما عليهم يكون عندهم حاسوب ذو كفاءه عاليه، ويزيدوا يتعلموا ابليكيشنز بحال فوتوشوب اللي هو اختصاصي في تعديل الصور، إليستراتور اللي هو اختصاصي في تصميم للطباعة ولا الشاشات الرقمية، ولا إن ديزاين اللي اختصاصي في صناعة المجلات و interactive documents. في حالة إلا تقنتوا هاد الابليكيشنز فأكيد غتكونوا في هذا المجال أبطال، وغادي ما يكونش عندكم الحدود، غتولي أي حاجة كتخيلوها غتقدروا تصيبوها، ما كاينش شي حاجة اللي غادي تجيكم صعيبة. بهذا التخصص ممكن تخدموا في بزاف ديال النيتشز، بحال مثلا تصميم الشعار اي اللوغويات ولا السوشيال ميديا بوست، وهذه مطلوبه عند الناس اللي كيديروا الاي كوميرس. وكاين لوازم مطبوعه اللي كيحتاجوها الشركات بحال الشميزه غابه، بابي اكار، كارت فيزيت، كاتالوج وغير ذلك. وكاين باكاجين بحال لومبالاج ديال الماكله اللي كيحتاجوها الريستورات ولا القهاوي ولا السكان ديال المحلات التجاريه. وكاين ديجيتال ديزاين بحال التصميم ديال الواجهات البرامج ولا السيت ويب. وكاين illustrations ولا البينتين ديجيتال اللي ممكن تقدو ترسموا بورتري للناس ولا تديروا التصميم على التيشيرتات، ملصقات، طابلويات وغير ذلك. الوغ من بعد ما هضرنا على الانفوغرافي، غادي ندوزو للمرتبه الثالثه اللي هو عباره عن التسويق الالكتروني، كنقولوا له ديجيتال ماركتينغ. كيف كتعرفوا العالم توجه للديجيتال بنسبه كبيره، وصبحوا المستهلكين كيشريو بزاف من العالم الافتراضي. لهذا ولاو شركات والمقاولين كيحتاجوا المختصين في الديجيتال ماركتينغ باش يدمجوا البراند تاعهم في العالم الرقمي باحسن استراتيجيه وباحدث التقنيه اللي متوفره في هذا المجال. وهنا غنهضر لكم على اشهر مهن اللي خلقوا من الديجيتال ماركتينغ واللي مطلوبين في حال استراتيجي ماركتينغ مانجر، اللي تيحط استراتيجيه مدققه ومدروسه ديال البراند اعتمادا على النتائج ديال الاحصاء والابحاث اللي دار على المنافسين وعلى المستخدمين انطلاقا من السوق الرقمي اللي متوفر في الويب. وهذا الشيء كنسميوه ماركتين ريسيرش اناليتكس وبنش ماركين. اما الناس اللي مبليين بالسوشيال ميديا وبستوريات والبوست والريلز ويتواصل مع الناس، فهاد الشيء كامل كاين في واحد الميتي اللي هو سميتو كوميونيتي مانجر. هاد المهنه تيكون مسؤول على التفاعلات تاع الشبكات الاجتماعيه بحكم تيحرك لي ريزو سوسيو بحال اللي كيدير الكونت ديالو الشخصي، غير هو تيكون باسم ديال البراند بحال اللي كنشوفوا عند ديكاتلون على سبيل المثال، ولا سي اش، ولا او ان سي اف وغير ذلك.
حتى هو كيدير دي استراتيجي في السوشيال ميديا اعتمادا على لي طوندونس اللي كيعيشها المجتمع، باش يقدر يخلي لي باج كيتحركوا من ناحيه الكومونتير ولي بوست على طول العام. وكذلك كيكون مسؤول على اي ريبيوتيشن اللي كنقصدوا بها السمعه الرقميه ديال الشركه، اي بمعنى كيشوف التعاليق والميساجات الناس على الخدمات او المنتوجات ديال الزبناء، ويحاول يجاوبهم، وفي المقابل يجمع دوك المعطيات ديال كل زبون في البرامج الاختصاصيه في الادارات ديال علاقات العملاء، واللي كنسميوها باللونجلي Customer Relationship Management، واللي كنلخصوها في 3 الحروف اللي هو CRM. الوغ الهدف ديال CRM هو يخدم منها تقرير مفصل على السلبيات اللي لقات البراند في الكوميونيتي، ومعاه حلول مقترحه اللي غتحسن الخدمات والسمعه الرقميه الشركه، وباش يكونوا الزبناء فرحانين وما نادمينش على التعامل ديالهم مع الشركه. كاين واحد المهنه اخرى اللي الهدف ديالها هو تعلي المرتبه ديال الويب سايت في المحركات البحث، وتعلي نسبه الزوار، واللي تنقولوا عليها ترافيك مانجر. الوغ هاد المهنه تيكون المهام ديالو كيحسن المواقع من ناحيه SEO اللي كنقصدوا بها Search Engine Optimization، واللي هي فيها شلامه يدار الا جينا نتعمقوا فيها، وكيكون مختص في الحملات الاشهاريه ديال جوجل ادز، ميتا ادز، وكتكون الحمله الاشهاريه ديالو اكثر دقه واحترافيه على اشخاص عاديين. وفي الاخير كيكون عنده اساسيات في قراءه اللغات ديال تطوير مواقع، على اساس يقدر يدمج في وسطهم الكودات متعلق بالاناليتيكس والكونفرشن بحال بيكسل ديال ميتا ولا جوجل اناليتيكس وغير ذلك. وكاين مهنه اخرى اللي كتصلح لواحد الفئه ديال الناس اللي عزيز عليهم الابداع في الكتابه والكلام، على اساس يجذبوا العملاء باش يشريوا المنتوج، واللي سميتها كوبي رايتر. هذا الكوبي رايتر يقدر يخترع حكايات وسيناريو بطريقه مبدعه غير بالكتابه، اللي تخليه يكسب الزوار بسهوله، واللي تاثر على العقل الباطني ديال الشاري باش ياخذ القرار ويشري بلا ما يتردد. وهذا الشيء تنشوفوه بكثره في المنشورات الاعلانيه اللي كتكون في الشبكات الاجتماعيه، واللي فاش تنبركوا عليها كتدينا اللاندين بيج اللي كيهضروا على المنتوج ولا خدمه اكثر دقه، واللي كيديروا لك السماوي الله يداوي حتى كتولي خارج الشاري غير بداك المحتوى الكتابي. اما الناس اللي كيتسائلوا علاش كلشي ولا كيدير الفلوغ ويوتيوب رغم انهم ما فيهش فلوس كيف كيقولوا، الوغ في هذه الفقره غنقول لكم علاش، وغنهضر لكم على المهنه الحقيقيه ديالهم اللي كتسمى افيلييت ماركتر. من السميه ديالها كنقصدوا بها مسوق بالعموله، وهنا المهمه ديالو هو انفلونس الناس انطلاقا من الفيديو ولا من المقاله الكتابيه، وكيبقاو يديروا الاشهار بطريقه مباشره ولا غير مباشره على شي بلاصه ولا على شي منتوج ولا على شي خدمات. وهاد الناس الربح ديالهم هو كيعطيكم سواء كود برومو ولا افيلييت لينك، اون فوا كتدخلوه كتوليو رابحين تخفيضات ديال المنتوج اللي دار عليه اشهار. وفي المقابل الفلوغر كيربح واحد النسبه العموله على حسب النسبه ديال المشاهدين اللي دخلوا ديك الكود برومو ديال الفلوغر ولا اللي دخلوا تقيدوا بالافيلييت لينك ديال الفلوغر وشراو المنتوج ولا استافدوا من شي خدمه. وهذا هو التعريف ديال الافيلييت ماركتينغ اللي وصلت ليه في هاد السنين الاخرى. في نظري افيلييت ماركتر هي من احسن مهنه لحد الساعه في التخصص ديال ديجيتال ماركتينغ، بحكم تقدر تحقق ثروه لا يصور، ولكن كتبغي في المقابل الاجتهاد وتكون عندك اتقان في كاع المهن اللي ذكرت. وعاد الا بغيتو تحترفوا فيه اكثر هي لا تقنتوا التخصص اللي كنعطيها المرتبه الثانيه واللي هي ملتي ميديا. الوغ ملتي ميديا هو واحد التخصص اللي مقتصر على انتاج السمعي البصري بحال مونتاج فيديو والتعليق الصوتي وصناعه الموسيقى الخلفيه، وكذلك انشاء رسوم متحركه اشهاريه ولا تفسيريه ولا انفوغرافي. يعني بكل اختصار كتردك صانع محتوى احتراف، وهذا الشيء علاش ربطته بافيلييت ماركتينغ. المتطلبات ديال الملتي ميديا بالنسبه للمبتدئ كيبغي يكون عنده سمارت فون بالنسبه للتصوير، ويكون فيه ميكرو هاي كواليتي باش تكون الجوده ديال الصوت في المستوى. زيد على ذلك يكون كيتقن البرامج ديال المونتاج على الاقل بحال الفيلمورا ولا في ان اللي كيتواجد في الطابلات والسمارت فون. اما الناس اللي كيقلبوا على الاحتراف في التخصص فلازم يخدموا ببرامج اللي قويه اكثر وبروفيشنال بحال بريمير برو اللي هو ديال المونتاج فيديو، ناهيك عن افتر افكت اللي هو اختصاصي في المؤثرات البصريه او ما يعرف بليزيفي سبيسيو. وزيد على ذلك اف ال ستوديو اللي هو اختصاصي في تعديل الصوت والانتاج الموسيقى الخلفيه.
لهذا الملتي ميديا كتعتبر كنز ثمين اللي ما عنده ثمن في حال الا تقنتوه. راه به كتوليو صناع محتوى باحتراف، وتقدروا ديروا به مشاريع كبرى بحال قنوات تعليميه وثائقيه في متعدد المجالات. هاد القنوات تقدروا تكبروها وديروا بها جمهور كبير اللي كتخليكم توليو مؤهلين انكم تمارسوا افيلييت ماركتينغ. الوغ من بعد ما سالينا من ملتي ميديا غادي نطرقوا للتخصص الاخر واللي كنعطيه المرتبه الاولى بحكم هو الخدمه ديال هاد الساعه، اللي هو تطوير وصيانه المواقع الالكترونيه، اي ويب ديفلوبمنت ومانتيننس. دونك هذا التخصص عليه طلب كثيره بحكم ولا انشاء مواقع الالكترونيه من الضروريات اللي مفروضه على المؤسسات والشركات والمتاجر الا بغاو يثبتوا الحضور باش يحققوا المبيعات من السوق اللي محتل بالمستهلكين افتراضيين. بالنسبه للمتطلبات في ناحيه المهارات فضروري خاص المتخصص يكون محترف الا بغى يدخل في سوق الشغل. ملي كنهضر على الاحتراف خاصو يكون عنده الاتقان كبير في اللغات ديال تطوير واجهات المواقع اللي هي HTML، اللغه المسؤوله على البناء الهيكل ديال الويب سايت، زائد اللغه CSS اللي هي مسؤوله على التصميم ديال الهيكل ديال الويب سايت، زائد يكون كيتقن منصه الووردبريس اللي هو من اشهر نظام اداره محتوى ويب اللي كنختصروها بكلمه CMS، بحيث هذا الووردبريس كيسهل في التطوير ديال الويب سايت بحكم متواجد فيه الوفات ديال البلاجينز والقوالب اللي كيربحونا الوقت كيعفيونا من البرمجه المعقده. زيد على ذلك خاص يكون اتقان في صيانه المواقع، اي بمعنى نعرفوا نستضيفوا المواقع ونربطوهم مع اسم النطاق، وكذلك يكون اتقان في النظام ديال الاعدادات التقنيه اللي متعلقه باستضافه المواقع بحال بلاس، سيبانل، كلود فلار. وزيد على هذا الشيء يكون هذا المتخصص عنده اساسيات في الثقافه ديال الويب، يكون كيعرف الجديد من ناحيه تكنولوجيا الويب وكذلك القواعد الجديده في التصميم والتطوير ديال المواقع. واحد النقطه ما نساوهاش هو يكون اتقان ديال اللغه الانجليزيه حكم التطوير كامل كيعتمد عليها. زيد على ذلك غادي تحتاج تواصل مع الفريق الصيانه اللي هما السبورت باش يقدروا يحلوا لكم مشاكل تقنيه متعلقه بالاستضافه ولا باسم النطاق. خلاصه القول، هاد التخصص كاملين اللي ذكرت كيشكلوا لبعضياتهم وتيحتاجوا لبعضياتهم. راه الا جمعناهم كاملين في فريق واحد غيكونوا كيشكلوا مشروع ديال الوكاله الرقميه واشهاريه، اي اجونس ديجيتال وكومونيكاسيون اللي كنشوفهم بكثره في المغرب. وباش تسهلوا على ريوسكم في الاندماج في هذه التخصصات فلازم تكونوا على الاقل كتقنوا جوج حوايج اللي هما اللغه الانجليزيه، وثاني حاجه تكونوا كتقنوا الاساسيات في الكمبيوتينغ سيستم اللي هي لابيروتيك. راه بها غتفتح لكم المجال في العالم الرقمي. اون فوا تكونوا شادين واخا غير شويه من هذا الشيء راه اكيد غادي يجيكم كلشي ساهل، ومع الوقت غادي تلقاو راسكم كتمتعوا في الديجيتال وبالتالي غتوليو تبغيو خدمتكم. للتذكير هاد القناه غادي دير لكم دورات في هادشي كامل اللي ذكرت بطريقه مبسطه واللي مختصره وتعاون الشباب يكسبوا الحرفه الرقميه ويندمجوا في السوق الشغل بسهوله. وهاد الدورات غتكون موجهه للجميع، ما كيهمش شمن باك عندك، ما كيهمش واش عندك الباك ولا ما عندكش. غنحاول ما امكن نسهل عليكم من لابيروتيك حتى الويب ديفلوبمنت. الوغ وصلنا للحلقه الاخيره ونتمنى تكونوا استفدتوا وتوجدوا راسكم الدورات الجايه في التخصص اللي غنوريكم ان شاء الله. ولا عندكم شي تساؤل فما عليكم غير تواصلوا معايا عبر انستغرام اللي غنخليه لكم تحت الديسكريبشن. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع اقاربكم الا كنتو باغيين لهم الخير، وخصوصا تكونوا سبب في النجاح ديالهم وتفجير مواهب اللي مخبيه فيهم. معكم أستاذ سامي ملقب سامبيكس. إلى الحلقة المقبلة وبيس لكم، تهلاو.